في واقي حرارة لشعرك بتستخدميه وشعرك مبلول، وفي واقي حرارة بتستخدميه لشعرك وشعرك جاف. لإلكن شو الفرق لما بدكن تستخدموا واقي حرارة، ورح إلكن أكتر منتجين بفضلن بعد تجربة طويلة كتير مع واقيات الحرارة. واقي الحرارة في كتير منهم بيترك ملمس ما حلو على شعرك، في منهم ما إله عازة، يعني بتحطيه وبتحسي شعرك لسه عم يتقصف إذا أنت دايما تعملي ستايلات لشعرك، إذا دايما عم تصبغي شعرك. أنا من النوع اللي بصبغ شعري كل شهر، وكمان دايما برتب شعري وبعمل ستايلات لشعري بحكم شغلي وبحكم اني بحب انه يكون شعري شكله حلو. فخليني اعطيكي الخلاصة ومن الاخر مشان ما تضيعي مصاريكي، وكمان تستخدمي المنتج بطريقة صحيحة ليحمي شعرك وكمان يعطيكي النتيجة اللي انت بدك اياها. ففي يا بنات هذا النوع اللي بيكون للشعر الرطب، يعني لما بترشيه على ايدك طلعه، شايفين هيك صار مثل المي. اوكي، هذا واقي الحرارة بتستخدميه إذا كنتي غاسلة شعرك وبدك تعملي ستايل لشعرك بعد ما تجففي شعرك، طبعا بهواء السشوار البارد أو المتوسط الحرارة أو بدرجة حرارة الغرفة، وعبال ما يجف شعرك ترجعي بس تعملي له ضربة سشوار أو ببليس أو اللي بدك إياه. فهذا بتحطيه على شعرك لما يكون شعرك رطب، وأكتر نوع بنصح فيه هو هذا يا بنات، لأنه أنا جربت كتير أنواع ما إلها عادة عن جد. يعني أنا مجربة مثلا هاد كتير شفت مدح عليه بس أبدا ما حبيته، لأنه بيترك ملمس خشن على الشعر، يعني بتمسكي تحسي في اشياء فوق شعرك، يعني تحسي كأنه شعرك مش نظيف. أو شايفين لما بتحطوا سبراي على الشعر هيك بتحسي فيه تدبيقة، ما بعرف، ملمسه كتير مزعج. وجربته مرتين، عطيته فرصة لأجربه لأكتر من طريقة، ما في فايدة. بس صرت دايما اشتري هاد وكتير بصحكوا فيه يا بنات، ما في نفشة، بيحمي الشعر عن جد من الحرارة. بتطبخيه على شعرك قلنا وهو مندي أو مبلول، وهي شكله مشان إذا بدك تشتري من أي مكان بيعجبك، بس فيك تكتبي بالجوجل اسمه وبيطلع لك وين موجود. هلا في النوع الثاني اللي مثلا غسلتي شعرك اوكي وما بدك تعملي له ستايل اليوم، نشفتيه بالهواء البارد ولفيتي شعرك تركتيه مفتوح شو ما كان، شعرك ناشف مثل شعري وبدك تعملي له ستايل، بدك تلفي، بدك تظبطي الغرة اللي بدك اياه. لما بتجي بدك تعملي ستايل على شعر جاف، لانه اذا استخدمتي الثاني شعرك رح يصير فيه مثل الرطوبة او مثل المبلول، لما بترجعي بتعملي ستايل فوقه رح يتبهدل شعرك، ما رح يعطيكي النتيجة المضبوطة. يعني لما تستخدمي برودكت لو كان برودكت بطل، إذا استخدمتيه بطريقة غلط ما رح يعطيكي النتيجة اللي أنت بدك إياها. فبدنا ناخد سبراي مناسب لما يكون شعرك جاف. هذا من ليفينج بروف، أنا جربت بصراحة أكثر من واحد ما عجبتني النتيجة، كمان بيتركوا ملمس على الشعر. وعلى فكرة مش للبراند، والله مش إعلان، كله شاريته ودافع حقه، فمش إعلان. في نوع كمان على أساس مطورينه جديد لونه أسود كمان ليفينج بروف، جربته ما عجبني، بيترك ملمس على الشعر، بيعمل هيك مثل كأنك حاطة سبراي، أبدا ما حبيته. هذا الأصلي القديم كتير ممتاز، بدي أفرجيكم شكله، بيكون هيك. وكمان بدي أفرجيكم كيف الملمس تبعه، يعني هاد مثلا شعرك جاف بتحطيه على شعرك كله ما بيعمل لك أي رطوبة بالشعر، هو بيكون جاف. شايفين إيدي ما فيها ولا لمعة ولا شيء؟ شايفين ما في شيء، ما بيترك لك ملمس مثل المي، يعني ما في شيء. شايفين؟ فما بيعمل لك بخة وكأنك عم تحطي مي، فبيحمي شعرك من الحرارة بنفس الوقت ما بيخرب لك، وبيعطيك نتيجة كتير حلوة، لأنه هذا بيستخدموه على الشعر لما بيكون جاف مش لما بيكون رطب. فإذا عرفتي كيف تستخدمي المنتجات رح تعطيكي نتيجة حلوة. على فكرة المفروض كل بنت بيكون عندها من الاثنين، هلا مش بالضرورة نفس النوع، أنا بعطيكم نصيحتي بعد ما جربت كتير قصص، حتى كنت عم بشتري منتجات كتير غالية، كتير جربت أنواع. أنا اللي حسيته بيزبط مع كتير أنواع شعر، على فكرة مش بس بجرب بحالي، لا بجرب برفقاتي، لأنه كل وحدة شعرها مختلف عن الثاني، فهذا بيفيدني بحكم إني بعمل محتوى عن العناية بالشعر. فبدك تاخدي دائما واحد بيكون لشعرك وهو مبلول، اذا انت حابه تعملي بعد الحمام دغري مثلا تعملي ستايلينج لشعرك، او تاخدي واحد جاف، او مثلا انت
عادة بتعملي ستايلينج لشعرك بعد ما تغسلي شعرك، بس مثلا تاني نهار حسيتي بدك تظبطي الغرة، بدك تظبطي شغلة، بدك تضيفي هيك لفة بسيطة، هيك تستخدمي هاد على شعر جاف. فهذا الفرق بين الاثنين. هدول الاثنين يا بنات بنصح فيهم كتير، واللي جربون يا ريت يكتبولنا لأنه الكل يستفاد بالآخر. على فكرة هي شغلة كتير بسيطة بس كتير بتفرق معك بالاستخدام. فبتمنى تكونوا استفدتوا وبشوفكن الفيديو الجاي.